انا ولا كنت شغال في بنك مصر في حلو قوي. انا كمان بنوك. احكي لي تجربتك في مصر ولما جيت امريكا كانت عامله ازاي؟ انا حسيت ان في فرصه، حسيت ان في طموح ممكن توصل له، احسست ما انت بانكر وقاعد في مكتب مش قصه الشغل والله. بس انا امريكا كانت ليها رهبه بالنسبه لي، خطفه طبعا. 40 سنه 40 سنه مكان العربيه ما بتغيرش. صاحب العربيه الله يرحمه الحاج عادل، هو الحاج عادل الله يرحمه. ساعة ما جيت امريكا، احكي لي تجربتك في مصر ولما جيت امريكا كانت عامله ازاي؟ انا حسيت ان في فرصه، حسيت ان في طموح ممكن توصل له، حسيت ان في اي حاجه ممكن تتغير. انا ولا كنت شغال في بنك مصر في حلو قوي. انا كمان بنوك. صباح الفل. فاهمني؟ لما جيت هنا في البدايه لسه برضو الدنيا انت عارف خطفاك والكلام ده. نعم جيت على مكان والناس ايوه يعني كانوا شايليني من العرش اول ما جيت. بس انا برضو كنت مش متسيستم، انت بانكر وقاعد في مكتب. مش قصه الشغل والله. بس انا امريكا كانت ليها رهبه بالنسبه لي، خطفه طبعا. الكلام ده بعد 6 شهور بقى ايه تتعود كده. بس امريكا خطفه في الاول، التغيير المفاجئ والثقافه المنفتحه خطفه في الاول جدا فعلا. جدا. بس الحمد لله انا هنا بقى له 13 سنه ومعايا اولادي عايشين هنا. حلو قوي ما شاء الله. اي نعم مش سهل العيشه هنا خالص مش سهل خالص، مش سهل خالص. بس والله بندعي ربنا يوفقنا فيهم. بس اهم حاجه ويديهم طبعا هي مش سهله خالص والله. وهي تعتبر تشالنج وتعتبر تحدي لاي حد جاي كبير. انت في الاول 6 شهور شفت امريكا ازاي؟ شفتها حلوه ولا شفتها وحشه؟ لا 6 شهور اللي انت كنت خايف فيهم شفتها حلوه برضه. لا انا كنت عارف انها حلوه ولا فيها فرص كويسه. معلش انت هي عربيه مثلا انت شغال فود كار. بس انا عندي يعتبر مطعم بس هو بس بيخدم على بتلاقي هنا كل الطبقات. ممكن تيجي تلاقي مثلا والله من غير مثلا 3 4 لامبرجيني واقفين وراك مش عارف كام كده. فما فيش كل المستويات بتتعامل، كل مستوى بيجي هنا. كل المستويات بتيجي هنا ما شاء الله. الحمد لله انا هي تجربه حلوه امريكا وربنا يعيننا عليها. ليه عندك طابورين؟ انت عندك طابور هناك طويل في ناس كتير قوي وفي طابور صغير. الطابور ده بتاع ايه؟ الطابور اللي هناك ممكن بيقعد ساعه ونص ساعتين على ما ياخدوا الاكل. الطابور دوت بيبقى عندي لما لقيت عندي بعض الزباين بتزعل فاهمني ان الطابور طويل. دلوقتي عندي اوردر ممكن تاردر من على جراب هاب. حلو. بيعمل الاوردر وبياخده على طول هنا. جراب هاب ده حاجه زي طلبات في مصر. زي طلبات في مصر وبياخدوا من هنا. طبعا في ناس شغاله جنبنا هم زبايننا من 20 30 سنه فما ينفعش يجي يقف طابور ساعه هو البريك بتاعه البريك بتاعه مثلا حوالي تلت ساعه ولا نص ساعه. حلو. فعملت لهم اوبشن ان هم بيجوا من هنا وبيتسرفز عليهم على حسب. يعني الطابور هناك ساعتين ممكن بيجي يقف هنا ربع ساعه نص ساعه. طابور اسرع للناس اللي حواليك. بس بيبقى اوردر واحد بس. يعني ده برضه شرط. حلو قوي. عشان ما اظلمش الناس اللي واقفه هنا. صح. هو اوردر واحد حتى لو سواق انا عارفه لو اوبر او كده ومعاه اسرته اقول له انا اسف انت معاك اسرتك النهارده يعني مش شغال. ايوه يعني انت بتراعي ان هم بياكلوا عيش فبتشغل ما ينفعش ان انا واحد شغال اوقف ساعتين. ربنا يزيدك ربنا يزيدك. وفي نفس الوقت الناس دي معانا من زمان يعني. احنا معانا ناس الحمد لله يعني في قمه الاحترام. لا الشباب باين عليهم كلهم سواء علي سواء احمد سواء الحاج حاتم بقى له معانا حوالي 20 سنه. فاهمني؟ الحاج حاتم بقى له حوالي 20 سنه هنا ما شاء الله. على نفس الاثبات ونفس المكان. ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يخليكم. الحمد لله. احكي لي بقى قصه الاكل هنا بتعملوا ايه؟ انتوا بتعملوا بريبريشن من الالف الى الياء في كل حاجه. دي عربيه تجهيز تعتبر. حلو قوي. انا بجيب الحاجه كلها. انا عندي اولا الجراج بتاعنا احنا بنحضر فيه وبنجهز كل حاجه. ده خاص بالعربيتين دول بس. جميل فاهمني؟ بجيب الحاجه طبعا نيه. حلو. وبعد كده بسويها بتسوي كل حاجه هنا. حلو قوي ما شاء الله. تعالى تمام. بعمل قوي ما شاء الله ما شاء الله. وبعد كده بقوم باخد من العربيه دي على عربيه بقى السرفده هناك. حلو قوي. اللي هناك دي عربيه السرفده. عربيه السرفده بس. حلو قوي. ولما الجو بيبقى اسخن من كده فاهمني بخلي الجراج كده كمان ما شاء الله. الحمد لله. هو كده هادي يعتبر والله ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يزيدكم. لما الجو بيبقى اسخن من كده فالجراج اصلا بسوي برضو بيبقى فيها عربيات رايحه جايه على طول بتجيب لي الاكل بسوي على طول هنا على ربنا يزيدكم يا رب. احكي لي بقى قصتك انت مش قصه الاكل. لا هي مش القصه بتاعتي. القصه بتاعت صاحب العربيه الله يرحمه الحاج عادل. هو الحاج عادل الله يرحمه. الراجل دوت من بدايه الناس اللي هم عملوا الشغلانه ديت. الشغلانه دي كان الاول هم الجريك هم اللي ماسكين القصه دي. وبعد كده جم المصريين من بداياتهم خالص. كان الحاج عادل الله يرحمه. حلو قوي. بدا العربيه ديت وما شاء الله فضلت معاه لحد ما شاء الله. بقى لكم قد ايه هنا؟ 40 سنه.
40 سنه مكان العربيه ما بيتغيرش. ما بيتغيرش. ما شاء الله. 40 سنه 40 سنه هنا. اه ما شاء الله. انا جيت هنا من 13 سنه. بقالك 13 سنه انا هنا. بقالي 13 سنه. حلو قوي. احكي لي عن امريكا بتعاملك ازاي وانت شاب جاي من مصر. والله بص انا الحمد لله انا برضو يعني انا جيت على المكان ده على طول. حلو. حمايه وعندي اخو مراتي برضو هو اللي ماسك البيزنس يعتبر. ما شاء الله. فاحتواني احتواء مش طبيعي. طبعا طبعا. فجيت على العربيه من ساعه ما جيت ما اتحركت، يعني كنت الاقي زباين مثلا بقى والله فعلا بقى لها 30 سنه بيجوا هنا. بيجوا هنا 25 سنه. ما شاء الله. نسيبي دوت عنده مثلا حوالي في 35 ولا حاجه. حلو قوي. فيجوا المحمود يقولوا له انت كان صغير. انت فما شاء الله لقيت ان الناس العربيه معروفه جدا ما شاء الله. بس طبعا البيزنس يعني ما كانش برضو ما كانش بالحجم ده. بس في يعني الاسباط ليه ارضيه، المكان ليه ارضيه. الناس من 20 سنه بيجوا هنا. واو. وناس بتيجي هنا في الاسبوع 3 4 مرات 5 مرات ما شاء الله. فالحمد لله يعني في قاعده للعربيه. ايوه. انا اول مره اجي عندكم ما شاء الله، انا اول مره اشوف المنظر ده وانت بتقولي كده الدنيا هاديه. ما شاء الله ربنا يزيدكم ويبارك لكم فيه. يعني عاملين انجاز وعاملين اكل طعمه حلو قوي بجد قوي قوي اقسم بالله. انت مش فاهم انا جاي 10 ساعات من نورث كارولاينا عشان اجي ادوق الاكل واقعد هنا. اهم حاجه ان هو والله لا خد بالك اكتر كلمه بتعجبني في اليوم ان الناس تيجي تقول لي، لان انت طول ما انت واقف الناس الحمد لله بتيجي تقول لك ثانك يو سو ماتش فور يور فود. يعني الحمد لله هو ده بيخلي الواحد ما شاء الله حلو جدا حلو جدا. ربنا يزيدك يا رب. ربنا يزيدك حبيبي احمد. انا اتشرفت بيك. فرصه سعيده جدا.